شعب انتهى السودان يا اخوان، بيجاي حي، بيجاي عدم خدمات، بيجاي عدم كهرباء، اي حاجه مرت بالشعب السوداني. الحق بدمه اصلا يخش الجنه. شعب السودان الحق بدمه يخش الجنه طوال لون في جنه، ولا الظروف دي مرت عليهم وقاعدين مستمع بالصبر، ان الله مع الصابرين. اذا صبر بالصبر الشعب السوداني قاعد. كلكم سمعت او شفت انه وزير الطاقه للطاقه الشمسيه يعني في السودان. والحاجه دي السودان ده يتوقع اي حاجه، والله لازم السودان ده يتوقع انه يحصل اي حاجه في تحت اي لحظه، لانه الحكومه بقى ما شغل بالمواطن، بقى ما عنده شغله للمواطن. المواطن ده يدفع بس. شمش حق الله ده مش انت قاعد تستفيد منه، لازم تدفع. والله لازم تدفع، لازم تدفع اي حاجه. انتوا عارفين انه ليه الحكومه هسه فرضت رسوم للطاقه الشمسيه وكده؟ لانه ناس كتير بقى ما بيستخدموا الكهرباء الاساسي، بقى ما بيستخدم. انت بقيت ما تستخدم الكهرباء الاساسي، لازم لازم تدفع في الطاقه الشمسيه. وفي ده كله يا ريت لو كهرباء الاساسي يكون متوفر، لكن ما متوفر للاسف، ما متوفر. وصراحه القرار كان صعب، لكن طبعا المفروض الحكومة حتى لو انه داير يعمل رسوم كده للطاقة او منظومة قالوا تقريبا ب10 مليار ولا 15 مليار بزيادة الدولار الحاصل ده. انا شايف انه الحكومة ده لو صح كده، هو يعني بيهتم بالمواطن وكده، هو ما يفرض للمواطنين ان زول مثلا مركب كهرباء في البيت مثلا لازم يدفع مثلا رسوم بتاعت الطاقة الشمسية. لا، الشركة ده حاجة كبير، لازم يعني يدفع الشركة ده حاجة كبير. لكن أنا شايفه ورا الموضوع ده كلها، ورا الموضوع ده كلها كده في الزول اللي شفت الجايب الطاقة الشمسية ده في السودان، الزول اللي جايب المنظومات، في زول أو في جهة، في دولة ورا الموضوع ده أصلا ما ساكت. والسودان ده يا إخواننا أنتوا عارفين إنه كلها مسروق، كل شيء حاصل في السودان ده يا إخواننا مسروق. والله السودان ده حاجة كده حقيقية ما في. الناس ديل بس شنو؟ أي وزير ولا شنو في شركة يجي يقول والله احنا ندفع لك مثلا كم مليار كم تريليون، اعمل لنا الحاجة دي، وقف لنا الحاجة دي، اعمل الحاجة دي. المواطن عشان ما يقدر يعمل طوالي يصدق ينفذ الموضوع. شغلة فارغة وعجيبة. الله يكون في عون المواطن السوداني. لكن صراحة الحكومة الوحيدة أنا لقيت إنه ما عنده يعني غيرها، ما عنده اهتمام لمواطنه، ما قادر يعمل أي حاجة إلا بحلب المواطن حلب. ده هو يعني في السودان بس حاصل. الله يستر يكون في الأول. لكن شغلة غريبة والله. أمنا شيخ بدرار كلامك حقيقي والله. أمنا شيخ بدرار والله قاعد وجود ده كله عليه صالح المواطن صراحة كده. تحيات.